اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمتنا والشهداء شهداء المقاومة الإسلامية شهداء الدفاع المقدس إلى الجميع نرجو ثوابا وبركاته. الفاتحة. مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام على رضيع الحسين الذي ذبح عطشانا ضمانا. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة بك تستغيث وقلبها لك عن جوان يشكو صدوعا مات التصبر بانتظارك يا صاحب الزمان. ما عدنا نطيق الصبر يا مولاي. ما عاد التصبر بانتظارك سيدي أيها المحيي الشريعة. فانهار يا مولاي. فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعا مولاي يا صاحب الزمان. أترى تمر فجيعة أترى تمر فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. وأي فجيعة يا مولاي حيث الحسين على الثرى خيل العدا دخلت ضلوعا تركته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. ورضيعه بدم الوريد مخضب
برضيعة ما ذنب أهل البيت يا مولاي حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصارعهم نجيعا فمكابد للسم قد سقيت حشاشة نقيعا. هذه القصيدة كتبها السيد حيدر الحلي قدس الله ثراه يقول لم أخبر بها أحدا توجهت إلى مقام الحسين في كربلاء لكي أقرأ على المحبين والموالين. يقول أثناء الطريق أوقفني رجل ذو هيبة عليه سماء الصالحين قال يا سيد حيدر اقرأ علي القصيدة التي كتبتها بحق الحسين. يقول بدأت أقرأ أبياتها وهذا الرجل يبكي عندما وصلت إلى هذه الأبيات قال كفى كفى لقد قطعت نياط قلبي. عرفتم من هذا الرجل؟ هذا مولانا صاحب الزمان. لا نترك إمامنا يبكي وحيدا الليلة فلنساعده بدموعنا بآهاتنا بأناتنا. يا مولاي آباؤك وأجدادك منهم من قضى مسموما منهم من قضى بحد السيف ولكن هناك مصيبة لطالما أبكت قلوبكم يا أهل البيت. أي مصيبة هاي المصيبة؟ مصيبة سبي عمتك زينب الحوراء وسبية لله باتت بأفعالها مهجتها تشهر سيفك للدنا علامة مولاي الصوت تارك بمدن زينة والله الصوت تارك بمدن عماتك علامة بصياد زجور يا صاحب الزمان سبوا غمتك زينب اركبوها على النياق العجاف والشمس تلفح وجهها ألم أمتنا بالصياط تقول انصحت يا حسين وانصحت يا علي يشتمون يا ويلا انا من الضرب ورمن بتوني ومن البكاء ورمن عيوني. بعد اسمع الليله وداعه الليله بكاء ما تتعب من البكاء تقول له وانا اصيح وحقك ما شفت راحم وانا اصيح والله الشبل يضربني على بدوني الشبل يضربني على بدوني وانا اصيح
لو انك حاضر يا ابو الغيرة وانا صيح وحقك ماشي سر واحد علي. يا والله وحقك ماشي سر واحد تخاطب العباس لما أخذوها سبية إلى مجلس يزيد تقول له ردينا للمجلس ردود وشماتنا يا ابو علي قعود. أنا تمنيت راعي الجود موجود وترد جفوف أبو فاضل ترد جفوف أبو فاضل إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العلي العظيم. لبيك أبا عبد الله، لبت روحي، لبى قلبي، لبت دموعي، لبت آهاتي على من يقدم للجواد ولامتي. والصحب صرعى والنصير قليل. أقبلت زينب تجر جواد الحسين خلفها تذرف دمعها تلطم خدها تنادي ما أجلدني وما أقسى قلبي. أي أخت تقدم لأخيها فرس المنون. ثم أقبلت إلى الخيام تنادي الرحيل الرحيل الوداع الوداع إن أخي دعا بجواده. خرجنا النسوة من الخيام أحطنا بالحسين حلقة واحدة تلقى تتمسك بيمينه تلقى تنادي أبا حسين تلقى تنادي عم تلقى تنادي العين يا حمانا إلى أين يا رجانا. الحسين ودع عياله مشى بضعة خطوات مشت المدللة خلفه وإذا بصوت من خلف الحسين أبايا طفلي هنيهة يا نور عيني. نظر الحسين خلفه إذا بها سكينة أبا انزل عن ظهر جوادك. نزل الحسين أبا ضمني إلى صدره ضمها إلى صدره أجلسها في حجره. سكينة نور عيني ماذا تريدي أبا بالله عليك خذني معاك لا تتركني وحيدة غريبة. قال بني إذا أخذتك معي من يعيدك من يرجعك. قالت إذا ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. دمعت عينا الحسين قال أخي بني إن قال بني لو ترك القضاء لغفى ولا
سكينة حست باليوم، أحست بأن أباها راحل عنها. شوف ماذا فعلت، كأني بها أخذت يد الحسين تمسح بيدي على رأسها، تقول له قلبي كسرته يا غريب الغاضرين، مثل اليتامى تمسح بكفك علي، تمسح على راسي ودمع العين همال، تمسح على راسي ودمع العين همال، جني يتيمة يا والدي الكافل الله بهالاحوال. الحسين مسح دموعها ردها الى الخيمة، مشى بضعة خطوات واذا بالصوت مرة ثانية، ولكن هاي المرة اخي مو ابي، اخي حسين رويدا رويدا مهلا مهلا يا ابن الزهراء. نزل الحسين عن جواد مشى نحوها ضمها الى الصدر، قالت اخي بالله عليك اكشف لي عن صدرك. كشف الحسين عن صدره، شمته في نحره، قبلته في صدره، ثم وجهها ناحية المدينة ونادت أمام يا زهراء لقد استرجعت الوديعة. وخي زينب وما الوديعة. قالت أخي حسين مذ كنت طفلة صغيرة أجلستني أمي فاطمة بقربها، قالت لي حبيبتي زينب إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا في أرض كرب وبلاء بلا ناصر ولا معين شميه في نحره. لماذا يا زهراء؟ فإنه موضع السيوف، قبليه في صدره فإنه موضع حوافر الخيل. أيوة ماما هو حسينا. ثم ناولته رضيعه، قالت أخي رضيعك قد جف اللبن في صدر أمه وقد أغمي عليه من شدة الظمأ، لعلك تطلب له شيء من الماء. حمله الحسين مشى نحو الأعداء، رفعه أمامهم نادى يا قوم قتلتم أهل بيتي، قتلتم أصحابي، لم يعد إلا هذا الرضيع وقد جف اللبن في صدر أمه وقد أغمي عليه من شدة الظمأ. اسقوه شربة من الماء، إن كنتم تخافون أن أشرب الماء فخذوه إليكم واسقوه أجركم الله تعالى. اختلف معسكر عمر بن سعد فيما بينهم، منهم من قال إن كان ذنب الكبار فما ذنب الصغار، منهم من قال لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. يقول حرملة نظر إلي عمر بن سعد وقال ويحك يا حرملة اقطع نزاع القوم. يقول فهمت مراد عمر بن سعد فثبت سهما في كبد القوس ووجهته ناحية الرضيع، لكني احترت أين أرمي.
لأنه كان مقمطا بثيابه يقول بينما كذلك هبت ريح كشفت الرداء عن رقبته فبانت تلمع كأنها إبريق فضة. يقول فرميته فذبحته من الوريد إلى الوريد. قيل ويحك ما رق قلبه تذبحت بالرضيع على يدي والديه. قال بلى رق قلبي. قالوا متى؟ قال لما نظرت إلى الرضيع ما رق قلبي، لما وجهت السهم إليه ما رق قلبي. إذا متى رق قلبك يا لعين؟ قال لما رميته وذبحته من الوريد إلى الوريد كان مغمى عليه. لما أحس بحرارة السهم أخرج يديه من تحت غماطه واعترق رقبة الحسين. أيوة ماما وجعل يرفرف كأنه الطير المذبوح. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. وضع يده تحت رقبة ولده حتى امتلأت دمه ثم رمى بها نحو السماء وقال اللهم تقبل منا هذا القربان. تلقى حسين دم الطفل بيده شحال اللي ينذبح قبال وليده. شحال اللي ينذبح قبال وليده. وضعه الحسين تحت عباءته عاد إلى المخيم. سكينة واقفة بباب الخيمة. أبا أين أخي الرضيع؟ لعله شرب الماء وبقي شيء من الماء أشربه أنا. لا يا سكينة خذ يا أخاك الرضيع مذبوحا. نادت وأخاك مشت به نحو عمتها زينب. ثم المصائب بعدها زينب أخذت الرضيع ضمته إلى صدرها بكت تشمه تضمه. لكن زينب ظلت حائرة. تدري ليش؟ كيف تخبر الرباب أم الرضيع بأن ولدها قد ذبح من الوريد إلى الوريد؟ الرباب لما أعطت الرضيع لزينب كان قلبها يحترق على ولدها. الآن يرجع رضيعي، الآن يشرب الماء، الآن ينظر في وجهي يناغيني يسل فؤادي. دنت زينب من الرباب قالت رباب هذا يوم صعب علينا. رباب قتل أخي العباس، قتل علي الأكبر، قتل القاسم. أحس قلب الأم بالشعر. قالت سيدتي زينب أراك تسلين قلب اليمن، هل جرى لولدي مكروه؟ قالت رباب أعظم الله لك لأشرب الرضيع. انفطر قلبها نادت وولدا ورضيعا. يما وينك بيا ذنب يا ابني جنيتك. يما وينك بالمهد للهم جيتك. يما ريدك
يديك يما وينك نحرق بدمعي بكيته. ثم لما جن الليل على الرباب افتقدتها زينب ما وجدتها في الخيمة. يقولون خرجت زينب تتخطى أجساد الشهداء، سمعت صوت حنين وأنين، دنت من الصوت وإذا بالرباب جالسة تحمل رضيعها بين يديها تنادي ولدي اشرب اللبن. قالت زينب رباب ماذا تفعلين؟ قالت سيدتي لا تلوميني، لما شربت الماء ودر اللبن في صدري أوجعني قلبي. الله لا يفزعهم بطفلها، الله لا يكسر قلبهم على ولدها. أتيت إلى رضيعي لعل به رمق من الحياة فيشرب اللبن، تقول له يا عبد الله يا عبد الله يا الكلت بالظلمة لالي. بعدين ردت وحش الليالي أنا دور عن يمين وعن شمالي، والله أهزم بالمهد والمهد خالي. ما قصرت أجركم الله. الليلة وداع، الليلة زينب تودع الأحبة، الليلة صعبة على قلب زينب، الليلة صعبة على قلب سكينة. كأني بسكينة مشت في مثل هذه الليلة ليلة العاشر، وصلت إلى خيمة الإمام الحسين، رمت بنفسها على صدر أبيها. هالليلة هالليلة خليني هالليلة بقربك يا ابويا ساعات طويلة، لا تخبي بجفونك دموعك يا غالي، أنا أقرب عيونك أحزان الليالي. خليني أشمك بالشيبة الكريمة وبقلبي أضمك ساعات طويلة. هالليلة هالليلة هالليلة. وأما زينب جعلت تجول على تلك الخيام عند أولادها عند خيمة العباس عند خيمة الحسين. دخلت على الحسين، نظر الحسين إليها قالها يا زينب آخر ليلة يا اختها يا زينب، باكر تشوفي ذبحتي يا زينب، تحامل انت عن نسوتي. يا زينب وجثتي تبقى رمية. يخبروها الحسين يا زينب وجثتي تبقى رمية. يا زينب وراسي فوق السفرية. يا زينب صدري تدوس الأعوج
الزوجية. خرجت زينب وقفت لوحدها في ظلام الليل تتمنى أن يطول الليل لتبقى بقرب الحسين، بقرب العباس، بقرب أولادها. يا ليل طول ساعاتك، يا ليل أحمل آهاتك. الله الله، وداع وداع، دمعتك ويا زين. يا ليل طول ساعاتك، يا ليل أحمل آهاتك. يا دهر الخوان تتولاني العدوان. اسمع اسمع، خلي قلبك هناك، احني رأسك. طول يا ليل الوداع، وش ما تطول وياك ساير. ما أمل مني البواكي حتى لو تعمل نواظر. حسين بس غدا يرحل حبيبي، يا اخي مرة الغزال بجانبي. حسين بس الليلة يمي وما تشوف عيوني باجي. صدقني يا ليل القهار، ريتك تطول دغار. خايفة من أشباح القدر وخاف ظل مكسور خاطر. يا ليل كافي تروعني، يا ليل صبحك يفجعني. يا دهر الخوان تتولاني العدوان. يا ليل طول ساعاتك، يا ليل هاتك. يا ليل طول ساعاتك، يا ليل أحمل آهاتك. يا دهر الخوان تتوان. بعد ليلة وداع، آخر مقطع واختم إن شاء الله. أنا يا ليل العقيلة زينب المعروف خدري. طولي ما واحد شافه يا أمير المؤمنين يا علي. طولي ما واحد شافه ولا ستر يوصل ستري. لكن يا ليل شمدية سلمت للقدر أمري. يا ليل ارحم دلالي، يا ليل ضاعت آمالي. يا ليل طول ساعاتك، يا
يا ليل أحملاتك يا دهر الخوان تتولاني العدوان يا الله. قبل الدعاء إن شاء الله نذكر الجميع إن شاء الله غدا المصرع في هذا المكان، المصرع الحسيني المبارك، في تمام الساعة 10 صباحا إن شاء الله. بكرة بالقاعة رح نبدأ بالمصرع في تمام الساعة 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بحق محمد وآل محمد نقسم عليك، اغفر ذنوبنا، كفر سيئاتنا، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، فك أسرانا، جاف جرحانا يا الله. اللهم انصر مجاهدينا، فرج همومنا، اكشف غمومنا يا الله. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب الزمان. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة جميعا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. والاستجابة الدعاء وقبول الأعمال أرواح موتانا والشهداء نولي ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على